يا مساء الورد، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه الدوري اللي خلاص كام ساعه وهيبدا. وبكره ماتش افتتاح بالنسبه للزمالك امام سيراميكا، ماتش قوي جدا وبدايه صعبه جدا للفرقتين، للزمالك والسيراميكا كليوباترا. دلوقتي يا جماعه المنافسه السنه دي بدات بدري قوي، والمشاحنات بين الجماهيرين بدات بدري قوي، بس خارج الملاعب بدات من خلال الميركاتو الصيفي. طب يا كباتن، حد يختلف ان الاهلي اقوى سكواد في مصر دلوقتي؟ لا، لا انا ولا انت. يليه بيراميدز. الكفتين اهلي وبيراميدز دول اقوى سكواد، وانا وانت عارفين الكلام ده. طب الزمالك كان بعيد قوي. الزمالك جاب صفقات دلوقتي تقدر تمشي معاه الدنيا. طيب السؤال دلوقتي اللي بيطرح نفسه دلوقتي، وجماهير الزمالك عايز تعرفه وجماهير الكره المصريه عايز تعرفه، هل الصفقات اللي الزمالك ابرمها الميركاتو ده هتقدر تنافس معاه لاخر السيزون في كل البطولات اللي هيشترك فيها الزمالك؟ هردك على السؤال ده بس اخر الحلقه. طب دلوقتي لما ارد على السؤال ده، لازم في عندنا يبقى في 3 مقومات عشان الفريق يقدر ينافس. بالنسبه للزمالك الصفقات دي هتقدر تمشي مع الموسم ولا لا؟ طب دلوقتي اهم 3 مقومات عشان الزمالك يقدر ينافس لاخر الدوري. طبعا الدوري عايزين نفس طويل. اول حاجه المقومات الفنيه وهنشرحها دلوقتي. تاني حاجه المقومات الذهنيه. تالت حاجه المقومات التنظيميه والاداريه. طيب تعالى كده نشرحهم كده واحده واحده كده بسرعه لاخواتنا. اول حاجه المقومات الفنيه، لازم يكون عندي في كل مركز 2 على الاقل جاهزين في كل بوزيشن. 2 على الاقل جاهزين في كل بوزيشن عشان خاطر للاصابات للايقافات، يكون عندي 2 جاهزين اول باول، ويكون عندي الاثنين دول في تنوع في لعبهم. واحد مهاري، واحد مجهود بدني، واحد كاركتر في الملعب، واحد عنده شخصيه في الملعب. لازم يكون كل مركز في 1 و2 والمفروض 3، بس على الاقل يكون فيه 2 في كل بوزيشن بنفس المستوى عشان يقدر ينافس على بطوله الدوري. تاني حاجه يكون عندي مدرب كفء. يعني ايه عندي مدرب كفء؟ يعني مدرب يعرف يكاتشن كويس، يعرف يثبت لي تشكيل، يعرف يكاتشن اثناء الماتش، يعرف يحتوي اللعيبه، مش يحتوي محمد عادل، لا يحتوي اللعيبه، يكون كوتش داخل الملعب، والامثله كتيره طبعا. طيب تاني حاجه المقومات الذهنيه، عايز يكون لاعب موجود في الملعب عنده عقليه البطولات. انا داخل هكسب، عند التعادل ده خساره. هل الصفقات اللي جابها الزمالك كلها كانت بتنافس على البطولات وكلها جابت بطولات؟ رد انت على السؤال. انا مش جاي اقول لك صفقات الزمالك وحشه ولا حلوه، احنا بنعمل دلوقتي مقاومات دلوقتي عشان في الاخر هنوصل لنتيجه. بديك معطيات عشان تديني ايه في الاخر؟ نتيجه. اللعيبه دي هتقدر تشيل الزمالك مثلا، عندها عاليه البطولات، ما بتخافش من الجماهير، بتخافش من الضغوطات، بتلعب في الصيام، بتلعب الساعه 3 في جنوب افريقيا. هل ده كله هيكون متاح للزمالك؟ طيب ده المقاومات الذهنيه. نخش المقاومات التنظيميه والاداريه، ودي هنتكلم عنها من خلال مجلس اداره نادي الزمالك. هل الزمالك او مجلس اداره الزمالك بيقف جنب اللعيبه ولا بيضغط على اللعيبه؟ هل مجلس الاداره هيجيب صفقات سوبر للزمالك؟ هل مجلس الاداره هيوفي بمستحقات اللعيبه اول باول، المكافآت الشهريه اول باول، والمستحقات الشهريه اول باول؟ هل مجلس اداره نادي الزمالك القضايا اللي عليه دي هيدفع اول باول، وجدوله هيدفع اول باول، وغرامات مش هتزيد؟ كل دي مقومات عشان الزمالك يقدر ينافس. انا مش جاي اقول لك ان الزمالك هيقع، لا، اقول لك مقومات عشان الزمالك يقدر ينافس. نيجي مثلا للاهلي، هل تختلف عن الاهلي سكواد جامد جدا وان الاهلي عنده عاليات بطولات واللعيبه عندها شخصيه في الملعب؟ نفس الكلام لبيراميدز. دلوقتي بنحدد دلوقتي الصفقات اللي جابها الزمالك. كل الكلام ده يا جماعه اللي قلنا دلوقتي، الثلاث مقومات دي سواء الفنيه او الذهنيه او التنظيميه او الاداريه، هل المقومات دي مع الزمالك مع سكواد الزمالك دلوقتي والصفقات اللي جابها الزمالك دلوقتي هتقدر تنافس في بطوله الدوري اللي هي عايزه نفس طويل وكل البطولات؟ لا، السؤال ده مش هرد عليه. هترد عليه انت بعد اذنك بعد المقومات دي وحللها كده وابعد عن العاطفه. الزمالك هيقدر ينافس؟ الاجابه ليك يا نجم النجوم. تحياتي ليك وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله باذن الله تكون سنه
باذن الله فيها كوره حلوه، وكلنا نستمتع بحاجه نظيفه تليق بينا وتليق بيكم باذن الله. شكرا يا كباتن، تحياتي ليك يا صديقي.